صباح الخير او مساء الخير، يلا بينا نعمل البطاطس المقليه بطريقه جميله. قطعت البطاطس مكعبات وسلقتها جامد لحد ما اتريت تماما، وابتديت اهرسها بالشكل ده. حطيت 3 معالق كبار من النشا، هحط نص الكميه دلوقتي. معايا هنا ربع معلقه من الثوم البودر والبصل البودر، الفلفل الاسود والاوريجانو والبابريكا المدخنه، والملح طبعا حسب الرغبه. تقدري تستغني عن ده كله وتحطي تتبيله البطاطس. انا بصراحه حطيت من الاتنين، خلوا الطعم تحفة. قلبتهم، بعد كده جيت على كمية النشا التانية وقلبتها. ابتديت بقى أشكل، وهبدأ أعملها كده بإيدي. أنا جربتها بكذا شكل الحقيقة، حبيت أجرب معاكم كل الأشكال وأقول لكم أنهي شكل أفضل. حاولت أجرب بالشكل ده، اللي هو أحط شوية نشا على إيدي وأعملها شكل مربع كده، وبظهر الشوكة من الجناب ومن فوق وتحت. أنا جربت الشكل ده ولذيذ، مش سيء. وجربت شكل تاني، ان انا اخد كورة من البطاطس واحاول اعملها صباع زي ما انتوا شايفين كده، واجي بعد كده بالسكينة اقطعها. حسيت ان الطريقة دي اسهل لو انا عايزة البطاطس يبقى شكلها مربعات. الطريقة دي اسهل من ان انا اعملها كور وبعدين ارجع اعملها مربع بايدي. وهاجي برضو بنفس الطريقة بظهر الشوكة كده، بيديها شكل لطيف قوي. والطريقة الأخيرة اللي جربتها ان انا احاول اعملها بابس كده واحطها في النشا. حسيت الطريقة دي هتبقى حلوة لو انا هحمرها في الزيت، مش هعملها في الاير فراير. لكن انا جربتها في الاير فراير بالنشا كده على وشها، ما حسيتهاش احسن حاجة. لكن لو في الزيت هتبقى اكيد تحفة يعني. هرش اديها بقى رشة الزيت وهبدأ احمرها في الاير فراير بتاعتي، او على الفرن، او تحت الشوايه قصدي. باقي كميه البطاطس هبدا اصبعها بالشكل ده، وده الشكل التالت اللي انا جربته، ان انا اعملها صوابع بالشكل ده. وفضلت كام واحده كده قلت اعملهم بابس. ده شكلها بعد ما طلعت من الاير فراير. الحقيقه كانت كويسه ومقرمشه وجميله وكل حاجه. ما كنتش لسه قادره احكم عليها يعني ايه الاحسن، لو حمرتها في زيت او في الاير فراير. بس لما جربتها في الزيت، لا بصراحه هي في الزيت احلى مليون مره. هنا بعد ما حطيتها في الفريزر، ده طبعا يوم تاني قررت اجربها في الزيت. مطلعاها من الفريزر زي ما انتوا شايفين، واحطها في زيت سخن غزير. طلعت معايا بصراحة مقرمشة جدا جدا وناشفة من بره، ومن جوه كانت طرية. قدمتها مع جبنة شيدر سايحة زي ما انتوا شايفين. لو حابين طريقة الجبنة الشيدر سيبولي في التعليقات. شكرا.